بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عنصر من عناصر الأمن التابع لجلاد غريغو بمخيمات فندوق جنوب الجزائر، بعد أن شاهدت بأم عيني الظلم الذي ألحقته عناصرنا بالمواطن الصحراوي القيلاني والبومراح بعد اتهامه الضلوع في الحريق الذي شب بالمقر الجهوي للشبيبة بولاية السمارة ليلة 11 يونيو 2014. قررت في إطار دقيقة من أجل الحقيقة أن أستنكر الممارسات اللا-إنسانية التي مورست على هذا المواطن البسيط. فبعد عملية مداهمتنا لمنزل هذا الأخير قمنا باغتياده مباشرة إلى أحد مراكزنا السرية، حيث تعرض لأبشع أنواع التعذيب من طرف جلادين يحاولون جاهدين إجباره على الاعتراف بفعل لم يرتكبه ولا يملك عنه أدنى فكرة. فقد غضى ليلته الأولى معلقا من قدميه ورأسه إلى الأسفل وعيناه معصوبة، وذلك بين فترات متفاوتة المدة تصل في بعض الأحيان إلى 10 دقائق بل والأكثر من ذلك، لأنه تعرض لنوع خطير من التعذيب والذي نطلق عليه اسم الشيكون، وهو عبارة عن أسفنج مبللة بمغزى وضعت على أنفه وفمه التي مع قدر الوعي الذي قررت أن القيلاني تعرض لهذه الأنواع البشعة من التعذيب لا لأنه يجتمع به بحدود الحريق الثالث بالذكر، بل لأنه الوالي الحمو البنية هو من كان وراء اعتقاله وتعذيبه، وذلك في إطار سياسة انتقامية يمارسها قادة البوليساريو الخالدين كلما سمحت لهم الفرصة بذلك. رسالتي إلى جميع الصحراويين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي ستقام الموافق في 25 يوم في دائرة الحكومية بولاية اليوم أمام منزل القيلاني، ومن أجل استنكار الظلم الذي لحق به من طرف جلادي جبهة البوليساريو التي تعتبرنا حيوانات لا أناسا ولا مواطنين، فكونوا في الموعد، وهذا والسلام.